السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم متابعينا، إن شاء الله الكل بخير وصحة وسلامة. اليوم رجعت لكم فيديو جديد، عمل طرشي الباذنجان حسب طلب إحدى الأخوات. راح نختار هنا باذنجان هذا الحجم صغار. أنا لقيت هذا الباذنجان الملون، ممكن استخدام أي نوعية، بس يعني هو يفضل إنه الصغار يعني حتى يكون حلو هالشكل من الحشي ومن نطلعه من الطرشي ونقسمه، أفضل من الباذنجان الكبار. بس ممكن استخدامه يعني أي حجم وأي نوعية. يعني لقيت هذا الملون، مو شرط إنه إلا هذا الملون. راح أبدي أشيل القمع مالة الباذنجانة بهالطريقة، وأسوي لها فتحة بالسكين، يعني بهالطريقة مثل ما تشوفون، يعني ما أخليها يعني تنزل السكين للأخير، يعني أسويها مثل التجويف. أشيل هالشكل هذا، يعني ما أقطعها حتى يبقى هذا الجزء هو اللي يحافظ عليها على الباذنجانة من أسلقها بالخل. هالشكل هذا يكون هذا التجويف. نكمل كل الكمية بنفس الطريقة. صارت عندي هاي تقريبا، والله يعني ما أعرف يعني بالضبط يعني ايش قد كان، كيلو كيلوين يعني، أو كيلو ونص. أنا هنا راح أستخدم الملح الخشن. ممكن استخدام ملح، أي ملح بدون يود. الأفضل إنه بالطرشي نستخدم لو ملح خشن أو ملح بدون يود، وإذا ما عندكم ممكن تستخدموا يعني عادي الملح العادي. راح أحشي هذا التجويف كله بالملح، إضافة إلى هاي هي كلها أغلفها، الباذنجانة كلها أغلفها بالملح، وأخليها بمصفي حتى كلهن أصفطهن هالشكل بمصفي، وأخليهن ليلة كاملة حتى شنو يذب المي الزايد اللي بيها، وراح يعني تذبل الباذنجانة، تذبل وتكون جاهزة إنه حتى نحشيها ونكبسها. نكمل كل الكمية بهالطريقة، وراح أخلي التجويف للأسفل حتى ينزل المي من عندها بالمصفي. طبعا أكمل كل الكمية وأغطيه وأتركه، قلنا 24 ساعة، يعني يوم كامل. أهم شيء إنه كلها أتأكد إنه كلها تغلفت بالملح، ولا تخافون من هذا الملح، هذا يعني ما راح يصير مالح، لأن هو من راح ينزل المي مالته والسواد هذا كله راح ينزل الملح وياه. ومن نريد نحشيها ماتين راح نوخر الملح الزايد اللي بيه. شوفوا هاي الشكل بهالطريقة. أكمل كل الكمية. هنا راح أحضر الحشوة. راح أخذ البهارات، عندي هنا حبة سودة وكزبرة وحبة حلوة. الكزبرة يعني ملعقة كبيرة، والحبة السودة تقريبا نص ملعقة، وحبة الحلوة خذت يعني نص ملعقة. هاي البهارات استخدمها ويا يعني الحشوة، كلش تنطيها طعم طيب. راح أطحنها عندي أنا بالطاحونة، حتى يعني ما عندي مطحونات فذني أنا أطحنهن أحضرهن. وعندنا أهم شيء إنه للحشوة المكون الأساسي هو الكرفس والثوم. الثوم يعني كمية وفيرة، يعني تقريبا راسين، يعني شوف ايش قد انتو يعني حسب الكمية اللي انتو مسويها. والكرفس هماتين يعني 3 باقات كبار. وراح أخلي عندي البهارات هذه اللي سويناها طحناها. هاي شوية فلفل حار، فلفل أحمر حار، يعني تقريبا ملعقة شاي. وراح أخلي كركم، رشة من الكركم ورشة من الكاري. هذا الكاري. الكاري تقريبا يعني أخذت من عنده ملعقة مال أكل. هو الكاري ينطيها طعم طيب، فاختاروا الكاري النوعية الزينة واللي انتو تحبوه. وهنا نسيت هنا بالتصوير، بعدين خليت هماتين ملعقة صغيرة من البطنج. أبدي أخلطها كل زين. طبعا ما نستخدم معدنوس، هاي البطنج خليت ملعقة صغيرة. ما نستخدم المعدنوس، نستخدم الكرفس بالطرشي يطلع عطيب.
المعدنوس ما ينطينا الطعم والريحة الطيبة. شوفوا هاي بعد يوم كامل، شوف شلون هاي ذب المي من عنده. هسه شوفوا شلون قدامكم دا أعصرها ما دا يطلع من عندها ولا نقطة مي. أبدي أوخر الملح الزايد من عندها، هذا أفرغها. طبعا هو عندي هو حتى هذا الباذنجان حتى بيه يعني شلون بذور. اختاروا النوعيات هي الصغيرة، كل ما صغير كل ما أحسن. أكو نوعيات يعني حتى ما بي بذور. نبدي نحشيها بهالطريقة. نملي هذا التجويف كله بالحشوة هذه. طبعا أخلطها كل زين الحشوة، أتأكد إنه كل البهارات يعني اختلطت والثوم اختلط بيها. أمليها أترسها كل زين. هي الباذنجانة راح تستوعب حشوة زينة لأن خضرانة هالشكل من الملح، صاير يعني الباذنجان لين. أغلقها بهالشكل بهالطريقة. لا تخافون الحشوة ما راح تطلع من عندها من نخليها بالخل ونفورها، لا تخافون من عندها. راح أصفها بالقدر بهالطريقة، خليها لي فوق. يعني هذا التجويف اللي احنا مليناه راح أخليه لي فوق للأعلى. راح نسوي واحدة ثانية أمامكم. أوخر الملح الزايد من عندها، أعصرها، أخاف بيها يعني بعد مي، وأبدي أحشيها بهالطريقة. هاي الحشوة ممكن إنه تعتمدوها أيضا للخيار، خيار المي، خيار تعروزي، يعني شنو اللي عندكم تحبون تسووه، بس مو نفس الطريقة. طبعا تختلف طريقة الخيار. هاي طريقة الكبس الباذنجان، بس الباذنجان. نكمل كل الكمية بنفس الطريقة. كملت كل كمل، أبدي أجيب الخل أخلي عليه ثقل، أي ثقل عندكم أو بدون ثقل بكيفكم، بس أنا يعني حتى لا ياخذ كمية هواية من الخل، حتى لا يبقى يفور ويعني تطلع الحشوة من عنده. وأبدي أخلي عليه الخل. أنا هذا الخل بصراحة أنا مسويته بالبيت. استخدموا الخل الزين والطعمه طيب حتى يطلع عندكم الطرشي طيب. هو أهم شيء الخل. راح أخليه يعني راح يغطيه بكمية مناسبة. وأبدي أشعل النار وأخليه يفور تقريبا، يعني أخذ من عندي لحد ما تستوي الباذنجانة، يعني تقريبا من 10 دقائق إلى 3 ساعة، يعني حسب النار، قوة النار والكمية اللي عندكم. تأكدت من عندها هاي ورا ربع ساعة. جيت شفته، تشكيته هالشكل بالسكينة. شوفوا شلون مستوي، كلش مستوي. وأهم شيء إنه نتأكد إنه راس الباذنجانة يكون يعني لأن هو يكون أقوى مكان بيها إنه استوى. أطفيه أتركه يبرد. ورا ما برد أحوله إنه أحتفظ بيه بالثلاجة، فخليته بحافظات زجاج. أصفطه بهالطريقة وبعدين أضيف عليه الخل، هو هذا اللي بقى من عنده. إذا تحبون تخلون وياه بعد ثوم عجم يعني هاي يعني براحتكم. أنا ما كان متوفر عندي، بس هو هي الشكل طعمه طيب. هاي كمتها صار عندي هاي الكمية ما شاء الله. وراح أخلي عندي هذا الخل هو اللي يعني سلكته بيه، أقسمه على الجزئين وبعدين هم أكمله خل يعني من البطل مباشرة بعد لحد ما يغطيه تماما حتى أحتفظ بيه بالثلاجة. هاي طلعتها مرة يعني بالغداء ويا الغداء على السريع، فقلت أصور لكم إياه شلون أقطعه بهالطريقة وينأكل بألف عافية. إذا عجبتكم الوصفة لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة. أترككم في أمان الله، مع السلامة.